أنا عايز أقول للشعب السوري الجهاد عندكم ليس بجهاد الطلب، بل هو جهاد الدفع، وإن الجهاد فرض عين على كل سوري دون استئذان أبويه ودون أن يستأذن العبد سيده. ما في ولد يستأذن الأبوين على الإطلاق، هذا فرض عين على الجميع. بل إن المرأة إن استطاعت أن تحمل حجرا حتى ترمي به بشار الكلب رمته بحجر. ولذلك في مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق في المجلد الأول بعد الصفحة 150 في أن الجهاد في هذه الحالة فرض عين على كل الرجال، فرض عين على كل الذكور القادرين على حمل السلاح. لا يستأذن الولد أبويه ولا يستأذن العبد سيده، والمرأة ترمي بحجر إن استطاعت ذلك. هذا جهاد دفع يا أستاذ أحمد. ولذلك عليهم أن يثبتوا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا فيها فقد باء بغضب من الله. وانا بقول اي سوري يتقاعس خاين ومجرم وتارك لفريضة جهاد الدفع. اي سوري ما يحملش السلاح، المستفيد بس من البعثيين والمستفيد من النصيريين هو لا قاعد يهلل لمين؟ لبشار، لانه حرامي، لانه خاين، لانه لص خايف على المكتسبات اللي خدها ظلما وعدوانا. ولذلك الجهاد عليكم يا اهل سوريا فرض عين، ولكني اقول كثر العدو عليكم من كل اتجاه وعجزتم عن مجابهة ومواجهة هذا العدو. والعلماء يقولون إن عجز أهل هذا الإقليم فالجهاد فرض عين على من يليهم مسافة القصر، فإن عجزوا على من يليهم مسافة القصر، وأنا أرى أنكم تحاربون إيران وتحاربون جنوب لبنان وتحاربون شيعة العراق وتحاربون النظام السوري، لذلك أنتم بحاجة إلى جهاد الأمة. ولذلك أقول يا شباب مصر إن الجهاد فرض عين عليكم في نصرة السوريين، يا شباب ليبيا، يا شباب تونس، يا شباب الجزائر، يا شباب العراق من السنة، يا شباب المملكة العربية السعودية، يا شباب الكويت، يا شباب الأردن، يا شباب الدول الشريفة، يا شباب اليمن. اعلموا أن الجهاد فرض عين عليكم جميعا مع إخوانكم من السوريين، وإلا ذبحوا جميعا وحدثت الفتنة في الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من استطاع أن يجاهد بالمال فليرسل المال إلى إخوانه من المجاهدين. وأقول من استطاع أن يصل إلى هناك، لكن بحذر حتى لا يقع في مصيدة الشيعة الروافض، أن يصل إلى هناك وأن يحمل السلاح، وجب عليه أن يحمل السلاح. وأنا أقول وأنا أولكم أقسم بالله أنا أنتظر الساعة التي أستطيع فيها أن أدخل سوريا دون مصيدة وأنا على اتصال بالرجال، لأحملن السلاح، ولئن لقيت هذا الكلب ليس الأسد لأذبحنه شر ذبحة لعنة الله عليه وعلى أبيه وعلى هذا النظام بأسره وعلى الجيش العار وعلى الأمن العار. يا شباب الأمة أنا معكم، إن استطعنا أن نفتح ثغرة وجب علينا أن نتجه جميعا لتطهير سوريا من هذا النظام النصيري الكافر، من هؤلاء الشيعة الذين أتوكم من إيران، من جنوب لبنان، من العراق، من كل اتجاه. اعلموا أن الجهاد فرض عين، ولا تسمعوا لإنسان منتكس أو لإنسان يريد أن يكون ثريا أو نجما أو لإنسان يريد أن يعيش على أنقاض الناس أو على دماء الناس. آن الأوان للجهاد، آن الأوان للجهاد، آن الأوان للجهاد، وليسقط بشار وليسقط الكلاب.